انظر إلى مشاكل الناس حولك كم يكابدون ويتعبون. قصة حصلت منذ 3 أيام في نقيل أبين وهم قادمون من الغربة. أحدهم جاي من أجل أن يتزوج، والآخر يتصل بأبيه، والآخر يتصل بزوجته، والآخر جهز الهدايا، والآخر له 5 سنوات يكابد لقمة العيش يجمعها، والآخر عقد على زواج بعد أسبوع، والآخر له أمنيات وطموح، والآخر يخطط لمشاريع يبنيها، وهم لا يعلمون ما كتب الله عز وجل لهم. جمعهم في حافلة واحدة وناقلة واحدة، سبحانه لا إله إلا هو، وهم في غاية فرحتهم وسرورهم يحترقون جميعا. أغلقت الأبواب ولم يجدوا منفذا، حتى الأبواب أغلقت، حتى السائق لم يستطع فتح الأبواب. أغلقها العظيم، أغلقها الملك، أغلقها من بيده كل شيء، ليحترقوا في ذلك المكان، ليحترقوا في ذلك المكان. حكمة يعلمها الله عز وجل سبحانه وتعالى. كم من كبد ستصيب الأمهات، وكم من كبد سيصيب الآباء، وكم كبد سيصيب الزوجات، وكم كبد سيصيب الأبناء، وكم من كبد سيصيب كل من تابع الأحداث. ألم، وما أدراك ما الألم. يصرخ داخل الحافلة لا يستطيع أن يخرج، والنار تلتهم وجهه وتلتهم بدنه وتلتهم جسمه، وهو يرى الموت أمام عينيه. يهرب النافذة هذه يريد أن يخرج، لا يستطيع، لا يجد إلا لهبا، وربما التطم بعضهم ببعض، لا يستطيعون الهروب. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما أكثر مكابدة الإنسان في الحياة. معاشر المسلمين حفظكم الله، الأوبة الأوبة، والرجوع الرجوع، وتسليم الأمور لرب العالمين سبحانه وتعالى، وتسليم الأمور لرب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. نعزي الآباء والأمهات، ونعزي الزوجات والأبناء، ونعزي اليمن بكامله، لا عنهم وفقط، بل عن كل قتيل يقتل بسبب الأحداث وصعوبة الحياة ومشقاتها. وندعو من هنا كل من له يد في تسهيل وتذليل الأمور لأهل اليمن وأبنائه أن يقدم ما يستطيع من بذل ليؤجر عند الله تبارك وتعالى. أيها اليمنيون، اصبروا وتحملوا والجأوا إلى رب العالمين سبحانه ليخرجكم مما أنتم في أزمات. فليست الحادثة هذه بأول حادثة ولا بأول فعلة وواقعة، بل قد حصل قبلها وبعدها من الحوادث ما الله به عليم. وهذا يدل على ما تمر به اليمن من الأزمات الخانقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، وهذا سبب من الأسباب. فلا أحد يحمل همك، ولا أحد يحمل حزنك، ولا أحد يحمل ما أنت عليه. فالتعاون، التعاون معاشر المسلمين يا أبناء اليمن، تعاونوا وتكاتفوا وتعاطفوا لعل الله أن يفرج عنكم الكروب والأحزان والمتاعب والمشاق. الجأوا إلى الله وجاروا إليه، ادعوه في الليل والنهار، فليست مشكلتكم بمحلولة إلا به. فإذا أراد حلها وإذا استوعبتم الأمر أن الأمر بيده فالجأوا إليه واستعينوا به، وإذا استعنتم به ذلل الله لكم كل صعب، وإذا استعنتموه أعانكم سبحانه. لا إله إلا هو. لا تكلوا أنفسكم لفلان ولا لعلان ولا لأحد صغر أم كبر، ولكن توكلوا عليه عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مكروب وعن كل محزون وعن كل مهموم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وأبعد الحزن والهم والغم عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.